القصة والسيناريو ومسلسل الحلقة الأولى لسه مستمرة ما بين جبس مصر وهبة أم سليم. كل يومين كده نسمع بحكاية جديدة عن الخيانة الزوجية ما بين أبو سليم وأم سليم اليوتيوبر جبس مصر، وكل علشان الترند إيه يعني ندوس على كرامتي وتوسخي بسمعتي وتخلي منظري سيء للغاية وتصوريني علشان الناس تصدق إنه حقيقي. قبل ما تفصلي الكاميرا ما تنسيش لازم تتف عليا تقولي لي اتفوق على العشرة يا ابو سليم علشان الناس تصدق. صحيت النهاردة يا جماعة كده لقيت المواقع كلها بتتكلم على جبس مصر في ايه، قلت ما اخش كده واستفسر. لقيت المواقع كلها كاتبين جبس مصر يخون ام سليم مع واحدة اجنبية، وام سليم تقفشه متلبس. قلت ما اخش كده واقرا كده واشوف في ايه. قال ايه يا بنات، خير اللهم اجعله خير. ام سليم حلمت وهي نايمة ان ابو سليم فجأة كده اللي هو بيخونها. ايوه بيخونها. ما اشوف الراجل ده بقى بيسهر كل يوم والتاني بيروح فين كده وبيجي منين. المهم خليته كده وهو ماشي، ما امشي وراه واشوف الراجل ده انا شاكه منه كده ان هو بيخون. المهم مشيت وراه لقيته اللي هو طالع كده في عمارة، واتسحبت وطلعت وراه العمارة كده. بتبص لقت الكوتشي بتاع جوزها. سبحان الله، قال يعني الكوتشي جوزها ده الناس كلها عارفاه بقى وبتصورهن. المهم لقت الكوتشي بتاع جوزها محطوط كده على ايه، على الباب من بره. قال يعني هو هيخش وبيخون مراته وهيسيب الكوتشي بتاعه بره؟ طب ما دخلوش. المهم يعني ما دخلش الكوتشي عشان بقى لازم بقى المسلسل يكون مظبوط بقى. تقفشه ازاي؟ قال هي مشيت وراه واتسحبت كده وطلعت السلم ولقت الكوتشي بتاع الجوزة، ومسكت بقى الكوتشي كده وهي بتصور كده وراحت ايه يعني بتورينا يعني قال هو ده الايه الكوتشي بتاع جوزها. المهم طلعت كده وهي طالعه السلالم، لقوا ايه كمان بتصور. يعني انتوا عارف يعني ايه، واخدين بالكم هي بتصور؟ يعني واحده شايفه ان جوزها بيخونها وفي الموقف ده وتصور عادي. المهم مسكت الكوتشي بتاع جوزها كده وراحت مصوراه. قال يعني احنا عارفين يعني ده الكوتشي بتاع جوزها. المهم ايه، حطت الكوتشي على الارض زي ما كان محطوط، وراحت رن الجرس وراحت يعني بسم الله ما شاء الله رنت الجرس على طول والباب انفتح. يعني ما فيش عين سحرية، ما فيش مثلا ما نشوف مين مثلا جاي ورا ابو سليم بقى كده ولا حاجة جبس مصر كده ولسه داخل الباب. طب في الجرس بيرن، ما فيش عين سحرية او مثلا ما نشوف مثلا مين اللي جاي، اللي ابو سليم جاي مين اللي جاي ورا. لا هي ضربت الجرس، حطت الكوتشي. اهم حاجه الكوتشي ده خلي بالكم منه. حطيته ايه بعد ما صورته، حطيته على الارض كده مكانه، وراحت ايه رن الجرس اللي جوه فتحت على طول. طيب إيه فالمهم يعني هنعديها برضك. المهم فتحت الباب لقت التانية ومسكت بقها كده وواقفة في الجنب، والتاني قال لحق بقى اللي هو يقلع بقى وكده. المهم كان لابس شورت ما كانش لابس تيشيرت وايه، وظبطته يعني لسه داخل وسبحان الله وهي طالعه وراه وقال على طول. يعني بص يعني حتى المسلسل بسم الله ما شاء الله يعني مترتب حلو قوي. المهم لحق اللي هو يقلع التيشيرت وتناه كده بالشورت وايه، وقال ظبطته وبتخني ومش بتخني وانا اللي عملتك وانت كنت بتاع مش عارفه المخدرات، وانا اللي نظفتك وانا اللي حافظت على فلوسك. وانا زي ما انتم شايفين الفيديو ده يعني يجي 7 8 دقايق كده. المهم وفي الاخر بقى بعد ما قالته بقى الكلام ده كله وهو ايه واقف يعني مصدوم، واقف كده مش مثلا شايف ان مراته بقى بتصوره كده، وهي بقى طالما بتصوروا فيديو يبقى هتنزله بقى. ما هما بقى يوتيوبر بقى وكل حاجة دلوقتي بقت علني كده. لا المهم انت بتصوريني يا مسلم، طب اقفلي الكاميرا يا مسلم. ما ينفعش كده يا مسلم، ويحط وشه في الارض ويدير وشه عادي كأن حاجة عادية خالص. طب ماشي انت حتى يعني لو كان المسلسل ده حقيقي، يعني انت شايف مراتك بتظبطك اهي، ظبطتك قصدي مع واحدة وكده و... وهي بتصورك، طب حتى على الاقل يعني تلخلخ كده شويه خد منها حتى الموبايل حتى وبتصورك يعني. لا انت بتصورني يا مسلم، ما ينفعش يا مسلم. وقعد وهي بقى عماله تتكلم بقى وتجيب الكاميرا كده بقى ايه بقى البنت بقى ايه بقى المسلسل بقى ايه مظبوط، تجيب الكاميرا شويه كده عليه
وتجيب الكاميرا كده عليها. هو بيقال لي هي اسمها أصالة وأجنبية، عمالة بقى تجيب الكاميرا كده عليها وهي ماسكة يا عيني بقها كده، وحتى بقى وشها في الأرض بقى ومكسوفة. وحابة تجيب الكاميرا كده عليه وهي عمالة تتكلم، الكاميرا عليهم هما الاتنين وعمالة تتكلم، والتاني حط وشه في الأرض. طب انت بتصوريني يا أم مسلم؟ طب ما ينفعش. ايه ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ المهم يعني، المهم لما انا شفت الفيديو ده يا بنات انا ما صدقتش خالص. يعني بجد حتى في التمثيل هما مش عارفين يمثلوا بجد، هما مش عارفين يمثلوا خالص. يعني اول حاجة لما هي كانت بتمشي وراه، شافت الكوتشي بتاعه محطوط ومسكت الكوتشي وحطته في الارض. طيب انت جايه ورا جوزك على طول ضربت الجرس. طب اللي بيخون ده مش مثلا اللي وانت بتضرب الجرس يشوفه من العين السحريه، او مثلا كان يستخبى، او مثلا مين اللي جاي وراك على طول؟ مش ممكن يكون لا عادي، ضربت الجرس وفتحت الباب على طول، وبسم الله ما شاء الله بقى. هو كان ايه يعني؟ هو دخل من هنا وقلع على طول. المهم يعني عشان يكون الجريمه يعني مظبوطه، ولازم يضحك بقى على عقول الناس. يلا إيه اهو انا لابس الشورت بس وايه، ومش لابس التيشيرت ولا الفانلة، يلا عشان يبقى الايه المسلسل الناس تصدق. ونسيت اقول لكم كمان، إيه اوعي تقفلي الكاميرا الا لما لازم تتف عليا وتقولي اتفوق على العشرة. يا سلام على الرجالة، يا سلام. يعني قبل ما تفصلي كده الكاميرا قولي لي اتفوق على العشرة عشان الناس تصدق اكتر واكتر. المهم كله قصص وحكايات وروايات وكله علشان الترند، ويلا مش عادي ندوس على كرامتنا. المهم الناس كلها تتكلم علينا والمواقع كلها علشان يعني ننتشر، يعني يبقى ايه يوتيوبر كمان وكمان ونعلى كمان وكمان. يعني بجد والله العظيم انا مش عارفة عقول الناس يعني بتخليهم بتفكر. طبعا كل واحد على قد ثقافته، يعني كل واحد على مفهوم، على تفكيره، على قد ثقافته. يعني انت لما تعملي كده وتوسخي بسمعتي كده وتوسخي بسمعتنا كده قدام الناس عادي. طب انت ما فكرتش حتى ان عيالكم الصغيرين دمت لما يعني هيكبروا ويشوفوا الفيديوهات بتاعتكم او يشوفوا الكلام ده، مش هتنكسف من نفسك؟ يعني انت كأب المثال الاعلى لما ابنك، طب انت بتقول دلوقتي عيالك لسه صغيرين عادي مش هيفهموا كله عشان الترند طب انت يعني مش متوقع ان هم هيكبروا كده ويشوفوا الفيديوهات بتاعتكم او الناس كانت بتتكلم بتقول عليكم ايه؟ لا، كل واحد تفكيره يعني على قد ثقافته، وهم دمت يعني تفكيرهم على قد ثقافتهم اللي هم يعني إيه فكروا بالتفكير دوت. وطبعا قلت لكم كله علشان الترند، ما بقى كل حاجة دلوقتي بقى عادي فعادي. إيه يعني مش عارفة بجد اقول ايه. هو ده يا جماعة موضوعي ومن وجهة نظري ان كله تمثيل في تمثيل. ومستنية برضك ارائكم في التعليقات لان ارائكم يهمني جدا جدا. ومع الف سلامة يا احلى مشاهدين واجمل متابعين في الدنيا.